مساء الفل عليكم. أنا شفت فيديو وأظن كلكم شفتوه للست السودانية بتضرب واحدة مصرية بالشبشب في المترو، والناس عمالة تحوش فيها وهي ولا حياة لمن تنادي. هوريكم حتة صغيرة بس. بص يا ريس، السودانيين قاعدين في بلدنا بيضربونا وبيشتمونا، واما بتكلم واحدة فيهم بيقولوا لك احنا قاعدين بفلوسنا. بص قلة الأدب، قاعدين في بلدنا هو احنا وصلنا وبيضربونا. للحالة دي ازاي بجد؟ وفي حاجات زي كده كتير. وصلنا للمرحلة الصعبة دي ازاي؟ وكل ما اتكلم حد فيهم زي ما قالت الست في الفيديو يقولك احنا قاعدين بفلوسنا قاعدين بفلوسنا. غير بقى تدخل على الكومنتات بتاعت الضيوف اللي موجودين في مصر على الفيديو ده، على الفيديو اللي انا وريته لكم من شويه، يقول لك اصل المصريين طبعهم وحش، اصل المصريين تعاملهم وحش، اصل المصريين قلالات الادب. طب هو سؤال، لو حضرتك مش عاجبك تعامل المصريين معاك في بلدهم قاعد ليه؟ لو حضرتك عايش بفلوسك زي ما انت بتقول ما بتعيش بفلوسك دي في بلدك ليه؟ وبعدين هو انت كمان عايز تقعد ببلاش؟ ما احنا المصريين وقاعدين بفلوسنا، ما احنا المصريين وقاعدين في بلدنا بفلوسنا، مش بندفع ميه وبندفع غاز وبندفع كهرباء وبندفع ده وبندفع اكل وشرب، يعني احنا كمان مش قاعدين ببلاش؟ ولا حضرتك ضيف وكمان عايز تقعد ببلاش؟ ما اصحاب البلد نفسهم بيدفعوا فلوس. وبعدين لكل مسؤول، هو احنا لغاية امتى هيفضل صوتنا مش مسموع؟ لغاية امتى ولا كأننا بنتكلم؟ حضرتك كمسؤول موجود في مكانك ده وفي منصبك ده علشان تنفذ طلبات الشعب، علشان تنفذ طلبات شعبك. لو الشعب قال كلمته وقال خلاص احنا مش عايزين ضيوف تاني ومش عايزين لاجئين تاني ومصر للمصريين كفاية كده، يبقى الكلام ليه بيدخل من هنا وبيطلع من هنا وكأن كل ده مش متشاف وكأننا ما بنتكلمش؟ غير ان هم اصلا مش ساكتين، هم بيروحوا يشتكوا حضرتك، بيشتكوا الحكومة وبيشتكوا البلد وبيقولوا تعامل المصريين وحش. ده موجود. وبعدين بدل ما تغلي كل حاجة علينا وتغلي مية وتغلي نور وتغلي ده وتغلي اكل وتغلي ده، طب ما حضرتك ترحل اللاجئين افضل. دول بقوا موجودين في مصر وبالملايين وبقالهم سنين. اظن الضيافة طولت واظن كفاية كده، ولا انا غلطانة؟